السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في عالم سامي أم هبة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المملحات ولا صابلي مالح كيجي رائع بنين بزاف لذيذ خطير في المذاق، والاهم من هذا انه كيجيب مكونات سهله بسيطه موجوده في كل بيت وكيخرج لنا واحد الكميه مهمه وكيجي زوين بزاف بنين مقرمش بنين لذيذ، يعني ما غتشبعوش منه وما ما تسخوش به. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لوليداتكم. بالاخص حنا دابا على ابواب عاشوراء والعام الهجري، كنعرفوا من التقاليد ديالنا اننا كنديروا نوع من هاد المملحات ولا صابلي مالح، ومن ضروري كتكون شي حاجه هكا مالحه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لوليداتكم، ولا عجباتكم كما دائما ما تبخلوش عليا بواحد التعليق يكون محفز، بواحد اللايك، واللي كينضموا للقناه لاول مره كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وندوزوا للوصفه. بالنسبه للمقادير كنبداو على بركه الله. عندي هنايا رابعه ديال هاد الزبده ماماتي، واللي يمكن لكم ديروا الزبده ديال البواطه اللي بغيتو. انا هنا خدمت بهاد النوع هذا. خديت 4 ديال القطع ديال الفرماج مثلث، عندي نص معلقه كبيره ديال الملحه، عندي ملعقه كبيره ديال العطريه ديال الشوا. يمكن لكم تنكهوا باي نوع ديال العطريه بغيتو، سواء بسطيله ديال الحوت ولا ديال الدجاج ولا اللي بغيتو. انا هنا كانت متوفره ليا هذه العطريه ديال الشوا، داكشي علاش درتها. درت ملعقه كبيره عامره ديال الزعتر اللي منقي حكيته غير بيدي، وملعقه كبيره عامره ديال صوص صوجا، ملعقه عامره ديال الموطارد، وملعقه صغيره عامره ديال السودانيه الحار. يمكن لكم تعوضوها بالهريسه لما كانش عندكم هاد الغويزيه، ولكن هذه كتجي احسن. عندي 2 حبات ديال البيض، يكونوا من الافضل كبار شويه ويكونوا يعني ماشي في الثلاجه، بدرجه حراره المطبخ من الافضل باش يساعدوا الزبده داغي تذوب. واحد الملعقه كبيره ديال السكر سنيده باش كتقاد لينا الذوق، وحتى الصابلي ديالنا كيجي مذهب، يعني كتساعدوا انه يتحمر ملي تيكون في الفران. وعندي واحد الكاس تاع الزيت نباتيه، كما يمكن لكم تخلطوه، ديروا نص زيت نباتي والنصف الاخر زيت الزيتون اللي بغيتو. انا هنا اكتفيت فقط بزيت عاديه. كنخدم في الاول هاد الزبده غير بيدي بشويه بشويه. كما يمكن لكم هاد الخليط كامل ديروه في الهاشوار ولا طحنوه بداك البغا ميكسور اللي بغيتو. المهم شوفوا الطريقه اللي غتسهل عليكم ديروها. ضفت هنايا داك الكاس تاع الزيت. انا هنا صراحه خدمته بالبغا ميكسور حتى حصلت عليه على هاد القوام هذا، كيولي لا شكل بوماد وكيولي زوين ورطب في الخدمه ديالو. الا كانت عندكم الزبده ديال البواطو خدمتو بها راه كتكون ساهله على هاد الزبده هادي، ولكن بجوجهم كيعطيو نفس النتيجه. صافي. بالنسبه للطحين كديروا الكميه على حسب الخليط ديالكم. تقريبا هنا هزت ليا واحد 800 غرام، قل من كيلو. كنبقى نخدم بشويه بشويه نفس الطريقه ديال الصابلي اللي تيكون حلو. ما خاصنيش نعجن ولا ندلك نهائيا هاد الصابلي هذا باش ما يتجمعش ليا في الفران. كتبقاو هكا كتدخلوا انتم غير باطراف الاصابع، كتحطوا هكا شويه ديال الطحين وكتعجنوا بهاد الطريقه هذه. انا مبغيتش نقطع هنا المقطع ومبغيتش نسرعو باش تشوفوا الطريقه. بزاف ديال البنات كيتجمع ليهم الصابلي في الفران، بالاخص هاد المالح انا كنعرفوه شويه خدمته صعيبه، ماشي بحال الحلو كتكون فيه السنيده وكيكون فيه الجليكوز، وهذا يعني داغي كيساعدنا في الخدمه، وديك الزبده داغي كتخدم. هذا شويه كيبغي الخاطر، ولكن راه ساهل كذلك سواء في الخدمه. صافي كنستمر على هذه الطريقه. كنبقى كنزيد في الدقيق تدريجيا حتى كنحصل على هكا كتكون عجينه قابطه راسها، ما مرخوفاش وما قاصحاش بزاف كتفرتت. واخا تبان لكم هكا مخربقه ما تخافوش منها، لاني انا ما بغيتش ندلكها. الا بقيتو كدلكو فيها باش تحصلوا على واحد الوجه من يكون يعني زوين رطب، راه غادا تخسروا العجينه ولا الصابلي ديالكم. شوفوا ملي كتقطعوها كتبان لكم من الداخل هكا فيها هاد الشريطات، هنا غتعرفوا الصابلي ديالكم راه ناجح. كنقطع القطع على حسب الرغبه ديالكم. كنديرها في واحد البلاستيكه تنغطي عليها. بغيتو كان مثلا الكوزينه سخونه والحال سخون ديروها في الثلاجه واحد نص ساعه. كان الكوزينه الجو عندكم عادي صافي كتبداو تخدموا بها مباشره. انا هنا فقط خليتها واحد 5 ديال الدقائق من بعد ما مسحت هنايا فوق سطح العمل وقاديت وجدت لاطه ديالي فرشت فيها ورق الزبده والمسائل كامله راكم عارفينها. صافي مباشره بديت كنخدم بها. كتاخذوا قطعه
كديروها بين هكا بلاستيك. انا فرقت بلاستيكه مزيان وكنخدم النص كنسرح عليه والنص تنغطي به على هذا الشكل هذا، نفس الطريقه اللي كنديروا الصابلي اللي تيكون حلو. صافي كنبقى هكا نهبط بالمدلك ديالي. بالنسبه للسمك ولا الرق ديال هاد الصابلي ما كيكونش رقيق بزاف وما تيكونش غليظ، لان انا كنخدمو فاس واحد. من الافضل ما يكونش رقيق، لانه الا كان رقيق غادي يتحرق لكم في الفران وغيجي فيه واحد لوغو ولا واحد البنه ديال الحراق اللي كتخسر لينا الصابلي. وفي نفس الوقت ما تخلوش غليظ بزاف ما يبقاش تاني خضر. المهم حاولوا انكم تجيبوا السمك. انا غنوريكم القياس ديالو اللي خاصو يكون فيه. كتستمروا على هذه الطريقه هذه وانتم كتهبطوا. في هذه الاثناء تقدروا ديروا الفران ديالكم كيسخن ولا حتى تقربوا تساليو، لانه مازال تابعوا الفينيسيون قبل ما كيطيب. كتقادوا جنابها على هذه الطريقه باش كتحصلوا لواحد المستطيل ولا واحد المربع باش ما يخرجوش لينا دوك الشوائب بزاف. من الافضل يعني نحاولوا نقادوها هكا في الاول باش دينا الخدمه سهله. شوفوا السمك ديال العجين ما كيكونش غليظ بزاف ما تيكونش رقيق. انا خدمت بهذا المربع، يمكن لكم تخدموا باي شكل بغيتو. شفتوا السمك ديال العجينه يعني تقريبا واحد 2 مليمتر تقريبا اللي كيكون فيه، ما كنفوتوهاش ليه. صافي هاد الصابلي كيجي ساهل في الخدمه ديالو. بالاخص هاد الزبده كتكون شاده راسها. يعني شوفوا حتى الصابلي في الحطه ما كيعواج، ما تحسوا به كيتلصق ولا كيترخى ما والو. صافي كنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال العجين. كنستفها في اللاطه اللي فرشه بورق الزبده. هنا عندي بيضه كامله ضفت عليها واحد ملعقه صغيره ديال صلصه الصوجه ولا ديروا معلقه صغيره ديال الخل اللي عندكم، وكتبداو كدهنوا في هاد الصابلي ديالكم. بالنسبه للصابلي ما كدهنوش كامل دفعه واحده، كدهنوا فقط اما 4 ولا 6 باش ملي تبداو ديروا عليه دوك الزرارع ولا داك التزيين اللي غديروا ليه باش كيلصق، لان البيض داغي كينشف. ولا درتو مثلا دهنتو اللاطه كامله عاد بديتو كتزينوا فيها دوك الاولين غتلقوهم نشفوا ليكم. انا هنا لانني معاوناني بنتي هبه انا فقط هنا بغيت نصور لكم. بالنسبه للزرارع كديروا اللي عندكم. انا هنا درت داكشي اللي عندي درتو. بغيتو ديروا مثلا كل قطعه فيها نوع ديال هاد الزرارع ممكن. بغيتو تخلطوا في حالي انايا اللي عجبكم، ولكن صراحه هاد الميلونج اللي درت انا جا بنين بزاف. انا مولفه كندير هكا حبه فيها هاد الزريعه ديال نوار الشمس، حبه فيها الزريعه ديال القرعه، واحد كنديروا مثلا بالفرomاج، كل واحد باش كنسمو. ولكن هذا خلطت فيه كلشي لانه هادشي اللي كان متوفر عندي. صافي خلطت فيه كلشي صراحه جا بنين بزاف وجا مقرمش. انا غادي نرش عليه شويه ديال الفرماج احمر محكوك وحتى الاخر، وغادي نزيد نرش عليه واحد شويه ديال البوافون ولا حبوب الخشخاش، دوك الحبيبات اللي تكون كحلين هانتوما غتشوفوهم. صافي في هاد الاثناء ملي كنبدا كنزيل هنا الفران ديالي راه دايره كيسخن. ضروري خاصو يكون سخون مزيان قبل ما تدخلوا الصابلي ديالكم باش ما يتجمعش في الفرن، وكذلك باش يجيكم الطياب ديالو زوين. ضروري الفران يكون ديجا سخون من قبل. صافي هنايا كنزين. كديروا كميه على حسب الرغبه، ما تكثروش بزاف ثاني اكثر من القياس. صافي واحد الرشه خفيفه ديال هاد حبوب الخشخاش كتعطيه واحد المنظر زوين من الفوق. صافي حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي كما كتشوفوا مباشره كندخلوا الفرن. بالنسبه للفران كما قلت لكم تيكون سخون من قبل. ملي كتدخلوا الصابلي ديالكم كتنقصوه عافيه مهيله حتى كيطيب مزيان وكيتقرمش وما كيتحركش نهائيا. كتحصلوا على هاد اللون هذا. شوفوا من التحت كيكون محمر مذهب، من الفوق كذلك. والفرماج ما كيتحرق ما والو كيبقى تيبان. الزريعه كذلك كتبقى حتى هي باينه. وملي كتعضوا بواحد القرمشه كتجي فيه خطيره. والبنه ما نعاودش لكم يعني راه ما تشبعوش منه صراحه. كيجي بنين بزاف. انا صراحه ولادي تيحماقوا عليه راه ما تيخلوش نهائيا، ما كيفوتوش فيه يومين صافي كيتقادا، ولكن تيجي زوين. بالاخص هاد النوع ديال المملحات كيكونوا مطلوبين دابا في العواشر والوليدات كيبغيوهم بزاف. يعني لا حبذا هكا اللي كيبغيو وليداتهم هادشي المالح، انا كنفضل هكا هادشي في الدار احسن من دوك لي تشيبس ولا داكشي اللي على برا ما كتعرفوش اشنو تيكون فيه. شي حاجه كتصايبوها في داركم كتعرفوا اشنو فيها، مواد كلها كتكون صحيه، كتعرفوا وليداتكم اشنو تياكلوا. نتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك بالبارطاج. وصلت نهايه لا فيديو. في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله.